قبل ما ابدأ ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان توصل لكم كل فيديوهاتنا الجديدة. أحداث فيلمنا بتبدأ مع البطل ناك وهو سهران في الحانة، بتيجي بنت زي القمر فبيعجب بيها، لكن للأسف بيوصل حبيبها اللي بيكون اسمه أزجو وبيقعد يتكلم معاها وبيطلب منها تسافر معاه، لكنها بتكون رافضة وبيبدأوا يتخانقوا مع بعض. طبعا عمنا ناك قاعد مركز معاهم وسمع كل كلامهم، وعلشان هو معجب بيها بيقوم يرخم على حبيبها وبيشده من شعره بيقلعوا الباروكة اللي لابسها. طبعا البنت بتتصدم لما بتعرف انه اقرع وبتتعصب عليه وبتاخده وبيخرجوا من المكان، لكنهم بعد ما بيخرجوا بره بيتخانقوا تاني. ساعتها بيخرج ناك وراهم برضه وبيفضل يتنمر على أزجو، فأزجو بيجيب آخره منه وبيرجعه له تاني علشان يديله درس في الصميم وبيعلمه الأدب، وبيمسكه وبيضربه علقة موت، وبيبان على ناك إنه بيمثل مش عارف ليه. بس طبعا الأمورة ما كانتش واخدة بالها لأنها فرحانة بالبطل الهمام، وبعد ما كانت رافضة إنها تتجوزه وتسافر معاه بترجع في كلامها وبتوافق على طول. لما بيجي الليل بنشوف 2 مجرمين بيرموا بنت غرقانة في دمها قدام المستشفى، ومن حسن حظها إن في الوقت ده بيخرج ممرض علشان يشرب سيجارة قدام المستشفى وبيشوفها فبيدخلوها المستشفى وبيحاولوا ينقذوها بسرعة. تاني يوم الصبح بنشوف ناك وهو بيروح مكتب الرخص اللي شغال فيه، بعدها بيجيله شاب فرفور اسمه كين وبيطلب من ناك يكون الحارس الشخصي بتاعه، وبيسأله عن مؤهلاته اشتغل فين قبل كده. فبيقول له ناك انه الاول كان مجرم في الشارع، لا شغلة ولا مشغلة، بيضرب الناس وبيكذب وحاجات تانية كتير، لحد ما اشتغل على نفسه وقدر يبقى طيار رسمي، وتعلم بعدها الكاراتيه في طوكيو وبقى دكتور في جامعة ييل وبيتكلم 4 لغات. وفي النهاية بيوافق ناك يبقى الحارس بتاعه وبيتفق معاه انه هيروح يقابله الساعة 7 بالليل. آخر اليوم بيظهر أزجو مرة تانية، لكن المرة دي علشان يشكر ناك لأنه نفذ الخطة كويس، وحبيبته صدقت إنه شخص قوي وبقت بتحبه أكتر ووافقت تسافر معاه، وبيطلع $1000 مكافأة ليه على وقفته جنبه. بس للأسف ناك مش بياخد غير $500 بس، ممكن اخد انا ال500 التانيين. المهم بعد ما بيسيب أزجو بيروح يشرب القهوة في الكافيه، وهناك بتقول له صديقته اللي بتكون شغالة جرسونة في المكان إن حبيبته هولي تعبانة وعايزة تشوفه، فبيروح ناك يشوف هولي ويطمن عليها. بيلاقي هولي مش عايزة تقابله علشان ما يشوفهاش وهي مشوهة كده، لكنها في الآخر بتخرج وبتقابله. بيسألها مين اللي عمل فيها كده، بتقول لها مش عارفة هم مين. بتبدأ تحكي له اللي حصل وبتقول له إنها ليلة امبارح كانت طالعة في الأسانسير وركب معاه شاب و2 حراس بتاعه، وقال لها شاب تيجي تسهر معاهم في الحفلة بتاعتهم، لكن هي بترفض، ولما بترفض بيشدها من ايدها وبياخد اوضتها بالعافية. لما دخلت الأوضة ما لقيتش حد، وفجأة تحول الشاب وبدأ يعتدي عليها بمنتهى العنف. بعدها حراسه أخدوها وضربوها علقة موت ورموها في الشارع قدام باب المستشفى، وبتطلب منه يساعدها تنتقم منهم. في الأول ناك كان رافض لأنه مش عايز مشاكل، لكن بعدين بيوافق، وبعد ما بيعرف منها عنوان الفندق بيسوق العربية بتاعته وبيروح الفندق وبيدخل من الباب الخلفي وبيقابل عاملة نظافة اسمها ميل. واضح جدا انهم يعرفوا بعض كويس قوي. بيديها مواصفات الشاب المجرم ومواصفات الحراس بتوعه وبيطلب منها تعرف له معلومات اكتر عنهم، فبتقول له مال يقابلها في الكافيه اللي كانوا بيتقابلوا فيه دايما الساعة 4:15. لما بتيجي الساعة 4 بيروح ناك يقابلها. بتقول له ميل ان الشاب ده اسمه داني ايطالي الجنسية، وكمان بتدي له رقم الجناح، لكنها بتحذره يخليه بعيد عنهم وما يدخلش معاهم في مشاكل لان ابو الشاب ده راجل غني قوي وواصل جدا. بعدها بيتصل على هولي وبيكذب عليها وبيقول لها انه ما قدرش يوصل لاي حاجه، لكنها بتعرف انه بيكذب عليها، وبتقول له ان الشاب ده بعد ما اعتدى عليها رفع عليها المسدس وقال لها ان تعترف انها بتحبه، ولو كان اسلوبها مقنع وهو قدر يصدقها هيسيبها تمشي، لكن لو ما اقتنعش هيخلص عليها. فهي وقتها خافت جدا وفضلت تقول له بحبك بحبك، لكنه ما اقتنعش وضغط على الزناد، فصرخت البنت من الخوف، لكن طلع المسدس فاضي وهو بيتلذذ بتعذيبها مش اكتر. وبعدها بتقفل الخط في وشه، فبيروح لها البيت وبيقول لها على المعلومات اللي وصل لها وانه مش هيقدر يساعدها لانهم ممكن ينتقموا منه بعدين ويخلصوا عليه. بتقول له انها عايزه تنتقم منه وترد له اللي عمله فيها،
فبيطلع ناك من بيتها وهو شايط نار وبيروح على طول للفندق وبيخبط على أوضة المجرم داني، وبعدين بيدخل يتكلم مع داني وبيقول له إن في شخص امبارح اتصرف مع بنت بطريقة غير محترمة. طبعا بيفهم داني إنه يقصده هو، وبيقول له إن الموضوع كان مجرد لعبة مش أكتر، وبيطلع 50,000 دولار من درج المكتب وبيقول له ياخدهم ويمشي أحسن له، وبيطلع مسدس بعدها وبيسأله يختار إيه في الاتنين. في النهاية بيمثل ناك إنه خاف منه هيخرج من الأوضة، وهو ماشي بيضرب الحارس الأول في رجله وبيكسرها له، وبكارت الفيزا بيفتح دماغ الحارس التاني وبيرجع يضرب اللي ورا في دماغه، وبيدي التاني بوكس في صدره، وبيجرح الشبح داني جرح صغير في وشه فبيغمى عليه. بعدها بيكتفهم هما التلاتة، وهنا بتوصل هولي وبتطلع مقص من الشنطة علشان تنتقم من داني، فبيخاف داني وبيقول لها إن في 50,000 في الدرج ياخدها ويهربوا، فبتاخد هولي 50,000 وبتديها لناك، وبتقرب من داني وبتعامله بنفس الطريقة اللي اتعامل بيها معاها. في الأول بتجرحه جرح كبير في رجله وبتقول له يعترف لها بحبه، ولو اقتنعت هتسيبه، ولو ما اقتنعتش هتقطع له رجله. فبيعيط داني زي البنات الصغيرة بهستيريا وبيفضل يقول لها بحبك بحبك، لكنها مش بتقتنع، ومع كده في الآخر بتعفو عنه وبتسيبه وبتخرج هي وناك. وبعد ما بيخرجوا من الفندق بيقول لها ناك تلم شنطتها وتسيب البلد لأنهم أكيد هيدوروا عليها وهيحاولوا ينتقموا منهم، وبيقول لها كمان إنه مش عايز يعرف هي تروح فين علشان ده أفضل لها، وبيقسموا الفلوس بالنص وبتودعوا وبتمشي. بعدها ناك بيرجع بيته وبياخد الدش المتين، بيبص للفلوس وبيقرر يزودهم ويوصلهم لمبلغ كبير قبل ما يهرب، وبياخدهم وبيروح للبار وبيبدأ يلعب قمار ب5 دولار. والحقيقة إن حظه كان جامد في الليلة دي، وفضل يلعب ويكسب لحد ما ال25,000 وصلت ل500,000 دولار، وأخذ العملات وراح بيهم الخزنة علشان يبدلها فلوس. لكن في اللحظة دي بيتعب وبيدوخ وبيرجع في كلامه وبيقول إنه هو محتاج يكسب أكتر علشان يخرج بره البلد دي وما يرجع لهاش تاني، وبيرجع يلعب تاني، لكن المرة دي للأسف بيخسر الفلوس كلها. طبعا بيزعل ناك قوي وبيفضل يشرب لحد ما بيغمى عليه. بعد ساعة بيفوق وبيلاقي الشاب كين اللي كان عايز يحرسه قاعد جنبه، وبعد ما بيفوق شوية بيقول له كين إنه عايز يعترف له بحاجة، وهي إنه ما كانش عاوز يبقى الحارس الشخصي بتاعه ولا حاجة، هو كان عايز يقرب منه ويعلمه إزاي يجمد قلبه ويبقى قوي، لأنه شخص جبان جدا وبيخاف من أي حاجة. فبيقول له ناك إن مفيش حد مش بيخاف، كل البشر جواهم الخوف والخير والشر، وبيتعصب جامد لما كين بيحاول يقنعه مرة تانية وبيسيبه وبيخرج. بعد ما بيخرج بيلاقي شوية رجالة شكلهم بيقول إنهم مجرمين، وهنا بيبدأ الأكشن. في الأول ناك بيقدر يضرب التاني والتالت، وبنروح للمشهد اللي بعده وبنشوفه ماشي معاهم وبياخدوه للزعيم بتاعهم اللي بيكون اسمه بيبي، زعيم عصابة كبير قوي، وبناخد بالنا من كلامهم انهم يعرفوا بعض من قبل كده كويس، وبنعرف كمان انه طلب من ناك زمان يشتغل معاه لكن ناك رفض. المهم بيتكلم معاه بيبي وبيقول له ان ليلة امبارح في جناح فندق ناكت ماتوا راجلين بفعل فاعل، وكل الأدلة بتقول ان ناك هو اللي خلص عليهم. وبياخدوا بيبي لمستودع قديم علشان يتكلموا، وفي المستودع بيلاقي داني موجود، فبيستغرب داني هو كمان لما بيشوف ناك داخل عليه، وبيسأل بيبي هو الشخص ده بيعمل ايه هنا. بيرد عليه بيبي ومعنى كلامه ان داني طلب منه يخلص على ناك لانه خلص على حراسه الاتنين واللي كان بيعتبرهم اصحابه المقربين، بس بيبي حب يتأكد الاول من الحقيقة قبل ما يخلص عليه علشان ما يرجعش يندم بعدين. وبيطلب من داني يحكي اللي حصل، وبعدين هيسمع من ناك وهيحكم بينهم بعد ما يعرف مين فيهم الكذاب. فبيقول داني ان ناك فجأة اقتحم عليهم الأوضة عشان يسرق فلوسهم، لكنه ما لقاش معاهم غير 50,000، فطلب منهم يطلعوا كل الفلوس اللي معاهم، وهم ما كانش معاهم غير 50,000، لكن ناك ما صدقهمش وقتها وخلص على أصحابه. لما بيجي الدور على ناك بيقول إنه ما عملش كده ولا خلص على حد، لأن اللي ضربت داني واحدة ست وجرحته جرح جامد في رجله، وبيطلب منه يقلع لبسه ويوري له الجرح، لكن داني بيرفض وبيفضل يزعق. هنا بيتأكد بيبي إن ناك صادق وداني هو الكذاب، وبيفضلوا يضحكوا عليه هما الاتنين. فبيخرج داني من المكان وهو مولع نار. تاني يوم بيكون ناك قاعد في الحانة مع كين، وأثناء كلامهم بيوصل داني ورجالته عشان ينتقموا منه وينهوا حياته، وكين هو كمان بياخد باله إنهم جايين علشان ناك،
فبيحب يساعده وبيطلع فوق البار وبيفضل يغني ويشتت تركيزهم لحد ما ناك بيهرب وبيستخبى فوق الباب الخلفي بتاع الحانة، وبيسمع داني وهو بيقول لهم يدوروا عليه لحد ما يلاقوه ويخلصوا عليه. فجأة بيطير ناك وبينزل فيهم ضرب وطعن بالسكين، وبيفضل يخلص عليهم واحد واحد لحد ما بيطعن داني في رقبته وبينهي حياته هو كمان. بعدها بيجي كين بيديله شيك فيه مبلغ كبير وبيطلب منه يهرب بره البلد، فبياخد ناك الشيك وبيروح بيته وبيلم حاجته وبيهرب من البلد. لحد هنا بيخلص فيلمنا. في النهاية أحب أقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان يوصل لكم كل جديد. سلام.